السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله في مطبخ نوجة هنعمل الرز بلبن، هنعمله بطريقة جدا حلوة جدا جدا، احلى من المحلات اللي بره، بطعم لا يقاوم. كفاية قوي ان هو من اعمال ايديكي وضمن عاملاه ازاي. يلا بينا ندخل على الوصفة بتاعتنا، بس الاول حابة افكركم يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك الجميل بتاعكم، ولو اول مرة تشوفوا القناة يا ريت تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الوصفة بتاعتنا. اول حاجة طبعا انا هعمل 2 كيلو من اللبن، كل كيلو لبن عليه نص كوباية من الرز. تمام، انا كده خدت كوباية من الرز، غسلتها وصفيتها كويس وحطيتها في حلة وحطيت عليها يعني كوبايتين ونص مية او 3 كوبايات كده لحد بس ما المية تغطي الرز. دي الكوباية اللي استخدمتها، يبقى كل كيلو لبن عليه نص كوباية من الرز. انا خدت كوباية غسلتها وحطيتها في حلة، بعد كده حطيت 3 كوبايات من الرز وسبت بقى الرز على النار لحد ما يستوي معانا خالص. مجرد بقى ما الرز بتاعنا يستوي خالص، طبعا كل بقى شويه بتقلبي فيه كده، ولو حسيت ان هو لسه ما استواش وعايز ميه بتحطي له برده شويه ميه. الرز كده بقلبه كل شويه كده برده، ودخل كده في مرحله السويه. مجرد بقى ما تلاقي الرز خلاص استوت معاكي خالص وبقت طريه خالص، مش عايزاكم برضو تستعجلوا عليه لان دي اهم مرحله. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب اللبن بتاعنا، انا طبعا قايله لكم هعمل 2 كيلو من اللبن. هضيف بقى اللبن بتاعنا، كمية اللبن اللي انت هتعمليها زي ما قلت لكم كده، انت هتعملي 2 كيلو لبن هتحطي كوباية من الرز. انا كده ضفت اللبن على الرز خلاص، هقلب بقى فيه وهسيبه برضو يستوي شوية كده، يغلي شوية كده مع الرز. تحاول الرز برضو يشرب من اللبن اللي احنا حطيناه كده. تمام، بعد كده هنجيب بقى السكر بتاعنا، دول كوباية ونص من السكر، من نفس برضو معيار الكوباية اللي عيرت بيها، كوباية ونص من السكر. يبقى كيلو من اللبن عليه كوباية الا ربع من السكر. طبعا التحلية دي بتاعتك انت بقى، بتدوقي وتشوفي حسب التحلية اللي انت حباها. تانيكي بقى تستمري كده في التقليب وبتشوفي بقى التحلية، حسيت ان انت عايزة سكر حطي، مش عايزة كده خلاص. انا حاطة كده كوباية الا ربع على الكيلو، يبقى انا حاطة كوباية ونص على ال2 كيلو. هقلب بقى لحد ما السكر بتاعنا يدوب معانا خالص كده. خلاص بعد ما اتأكدنا ان السكر داب خلاص، هنجيب بقى بولة فاضية وهنزل بنص كوباية من المية، وعلى معلقتين 2 كبار من الكريم جانتيه الخام، وهنزل كمان ب3 معالق كبار اللي هو هرم مليانين على اخرهم، 3 معالق كبار من النشا، وهنزل كمان بمعلقتين 2 كبار برضو من اللبن البودر، بتفرق كتير قوي قوي في الطعم. وهنزل كمان بمعلقتين 2 كبار من الايس كريم الفانيليا، وهنزل بنص معلقة صغيرة من الفانيليا، وهنقلب كل المقادير دي كلها على بعض بقى، وهتلاقي احلى رز بلبن هتاكليه. هندوب بقى المقادير كلها كده في قلب المية لحد ما تدوب معانا خالص. حاولي تقلبيها كويس عشان ما تكلكعش معاكي لما تضيفيها على اللبن. خلاص كده بعد ما اتاكدنا انها دابت خلاص، هنضيف بقى المقادير بتاعتنا ديت على اللبن بتاعنا. طبعا انت كنت كل شويه بتقلبي عشان الرز ما يلزقش معاكي في الحله. قلبتها تقلبه كده، وبعد كده هنزل بالخليط اللي احنا دوبناه كده. تمام، هقلبه بقى تقليبه كده واستنى برضو في التقليب، استمر في التقليب يعني لمده 5 دقايق كده لحد ما يغلي معانا شويه كده، وهتلاقيه يتقل معاكي. هتاكلوا احلى رز بلبن. تنيكي بقى تقلبي كده عشان ما يكلكعش معاكي ويلزق في الحله من تحت. هنستنى بقى كده لحد بقى ما يتقل معانا، يغلي شويه كده كده. خلاص تقل معانا اهو بالشكل ده كده. هنجيب بقى الاطباق بتاعتنا ونفرغه وتزينيه بقى زي ما انت عايزه. انا زينته بكريز وعندي عين جمل وعندي فستق بزبيب بقى، اي بقى تزيين عندك، ممكن تحطي جوز الهند، ممكن تحطي زداني زي ما انتوا عايزين. والله عايزه اقول لكم طعمه تحفه، احلى من اللي بره كمان. جربوا الطريقه وان شاء الله تعجبكم. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك الجميل بتاعكم، ولو اول مره تشوفوا القناه يا ريت تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشكركم على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم في الله.